اللي حواليك دايما بيحبوا يحطوا الناس في قوالب معينة، ويحطوك انت كمان في قوالب معينة. معنى ان انت بتضحك وبتهزر وبتتكلم براحتك واريحية، يفضلوا فاكرينك على طول هي دي طبيعتك، مش انسان جاد، مش انسان رزين، مش انسان بيفكر. والعكس صحيح، لو انت مثلا شخصية بتتعامل بهدوء وبرزانة، وفقا للمواقف اللي بتتحط فيها، فيفترض ان انت على طول كده. مش مطلوب منك انك انت تضحك ولا تهزر ولا تتعامل بأريحية. واذا عملت كده، ايه ده، لا 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 احنا مش متعودين منك على كده، لا 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 انت مش المفروض تبقى كده، لا 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 ازاي يعني، لا ده اتجنن، ده اتهبل، ده مش سنك، ده كتير. الحقيقة كل واحد فينا ليه كذا وجه على حسب الموقف اللي بيبقى محطوط فيه. فما يفترضش ان احنا نحط الناس في قالب معين ونحصر البني ادم ده او الانسان ده في حتة معينة، لان دي مش طبيعة البشر. وما ينفعش تفرض على حد حاجة علشان انت مقتنع او متصور في وجهة نظرك ان الحاجة دي منطبقة عليه. كل واحد ليه شخصية وليه تكوين وليه وجه وليه وجهين وليه أكتر من وجهين حتى. فما تتخيلوش إن البشر هما حاجة واحدة بس، كل واحد على حسب الموقف اللي بيبقى محطوط فيه. فمن حقك انك انت تضحك لو انت على طول هادي ورزين، ومن حقك انك انت تبقى هادي ورزين لو انت على طول بتضحك. كل واحد يتعامل بطبيعته، ده احسن حاجة. وما تفرضش شكل معين وشيب معين للي قدامك. شكرا.